بالصدق والإحسان وقلب لا يعاني. فلا تكن حقودا واترك هوى الشيطان، تحل بالتسامح تجاز بالجنان. جزاء كل من لم يكن يوما أناني، تجاهل مهما تسمع واترك بغض الزمان. واحيا دوما عظيما بصدق وإحسان. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد. وفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن الحما. الحما هي الست الشديدة القاسية، هي اللي تؤمر ولازم حضرتك تطيعي وتنفذي المطلوب، ولو ما نفذتيش اوامرها البيت كله يبقى حريقة وخراب. الحما اللي مش بتحب مرات ابنها، تقعد طول اليوم تشتكيها لأولادها وخصوصا البنات، وتشيلهم من مرات أخوهم، ويبدأوا هم برضو في السخرية منها والشدة معاها، ويفضلوا يوقعوا بينها وبين زوجها حد ما يخلوا العيشة صعبة بينهم، ويخلوهم مش طايقين بعض ولا عارفين يتفاهموا مع بعض. وفي حموات طبعا كويسة بتحترم مرات ابنها وتعاملها زي ما تحب بنتها تتعامل في بيت زوجها، وتعاملها بما يرضي الله وتتقي ربنا فيها. هي دي الست اللي بجد، هي دي الحما الحنينة اللي بتبقى زي الأم. تعالى أقولك تكسبي قلب حماتك ازاي لو كانت ست قاسية أو شديدة. هقولك عاملي حماتك بالاحترام والتسامح زي ما بتتعاملي مع والدتك بالظبط. عمرك ما بتكشري في وش أمك أو بتزعليها، فما تكشريش في وش حماتك. مش كل حياتك وهمك اللي بيدور في بيت العيلة. مش كل شوية تقولي فلانة قالت فلانة شتمت عليا، وكل شوية شكوى شكل. اتجاهليهم واتركيهم وشيلوهم من دماغك. صدقيني مع الوقت هيبطلوا يضايقوكي أو يتكلموا عنك. إن كنت قاعدة معاهم في بيت العيلة عامليهم بما يرضي الله. إن كنت قاعدة في شقة لوحدك، أكلك مع نفسك، شربك مع نفسك، وكنت بتعملي أكل، نزلي لحماتك ولحماكي، نزلي ليهم بكل حب ورضا. زي ما بتقدمي الأكل لأولادك وزوجك وانت مبتسمة، برضو نزلي الأكل لحماتك وانت راضية ومبسوطة. اللقمة اللي حضرتك هتنزليها لحماتك صدقيني هتفرق في علاقتك معاها. وعن تجربة، ولو حضرتك مش قاعدة معاهم في البيت وقاعدة في منطقة تانية، حددي يوم كل أسبوع تزوري حماتك فيها، وتاخدي معاكي أي شيء حتى لو كان بسيط، وادخلي عليها والابتسامة مالية وشك. صدقيني هتفرق قوي. مش كل حاجة بينك وبين زوجك تحكيها لحماتك، لأنك هتزعلي منها وهتشيلي في قلبك من ناحيتها، لأن هي بالفعل هتنصف ابنها عليكي حتى لو حضرتك مش غلطانة. فمشاكلك حليها انت وزوجك في هدوء. ولو في مشكلة بين الاخوات وبعضها ما تتدخليش، لأنهم هم في الآخر أهل مع بعض وهيتصالحوا مع بعضهم، وفي الآخر حضرتك اللي هتطلعي وحشة. فخير الكلام الصمت يا حبيبتي. ودايما اتكلمي عن حماتك قدام الناس بفخر وعزة وكبري منها. صدقيني ده أسلوب سحر مش نفاق، لا طبعا، ده كده انت بتكسبي قلبها وحبها ليكي. هدية جميلة كل عيد تقدميها وكلك حب وحنان، زي ما بتقدميها لوالدتك وتقولي لها كل سنة وحضرتك وسطينا. برضو قولي لها فهمت يا ست الكل؟ عمر الزواج في بيت العيلة ما كان حرب وصراع بين الطرفين. اثبتي نفسك في بيت العيلة ببصمتك، بالحب، بالحنان، بالطبطبة، بالكلمة الحسنة، بالكرم اللي حضرتك هتقدميه هتلاقيه. خليهم دايما فاكرينك في كل مناسبة حاضرة معاهم. خليهم فاكرينك سواء موجودة أو مش موجودة. وخليكي عارفة إن كله
سلف ودين. فهمتي يا حبيبة قلبي؟ وفي النهاية هقولك حماتك زي أمك، عامليها بما يرضي الله، لأن انتي بكرة هتبقي برضو حما. وبيقولوا مسير المرات الابن تبقى حما. فيا حبيبة قلبي اتقي ربنا فيهم وعيشي بما يرضي الله، هتعيشي أحلى عيشة. ومع السلامة.